الميدانيه في اطار الجمعيه الوطنيه لحملات الشهداء المعطلين في المغرب. المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي، لشهداء النضال في البطاله، وشهداء الجمعيه الوطنيه لحملات الشهداء المعطلين في المغرب. رفاقنا مصطفى الحمزاوي، ناجي هدايا كمال الحساني، ونضال الجنين شهيد مسير الاقليمي لبني ملال. تحية كل تحية رفاقنا المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الذل والعار. تحية خاصة للرفيق عبد الغني درويش، آخر المعتقلين السياسيين الذي يسام التعذيب في مخفر الشرطة ديال جامع الفناء بمدينة مراكش. أيضا تحية كل تحية لكل فروع الجمعية الوطنية وكل مناضليها على امتداد البلاد، وايضا لكل الجماهير الشعبيه التي تناضل من اجل حقها في الحريه والعيش بكرامه فوق هذه البلاد. الجماهير الشعبيه الرفاق والرفيقات، بطبيعه الحال خروجنا اليوم ما نعزوش على موقف الشعب المغربي وخروجه في عده مواقع. ايضا خروج الجمعيه الوطنيه فروعها والثقافه الاقليميه والجهويه كي تعلن موقفها من هذه المهزله المسماه تجاوزا انتخابات. هذه المهزله اللي مقبل عليها النظام، هذه الجريمه اللي كيحاول الان انه ينفذها في حق الشعب المغربي. لماذا نقاطع الانتخابات؟ كنقاطع الانتخابات لاننا اولا نقاطع كل المخططات الطبقيه ونناهضها المخططات الطبقيه اللي كينتهجها النظام اللاوطني الذي مقاتل الى شعبه القائم في المغرب. ولكن الا بغينا نديرو حتى الحساب ديال الخشيبات غنقولوا علاش. اولا لان دستور ما صوتوش عليه المغاربه، بالاحرى ما كتبوش المغاربه المطالب ديال الشعب المغربي. نهار خرج في 20 فبراير وفي الايام اللي تبعته كانت مطالب واضحه. بغينا دستور شعبي ديمقراطي نكتبوه حنا، يكتبوا الشعب يكتب، الا انه للاسف النظام القائم في البلاد كتب الدستور وفسخو على المقاس ديالو. ايضا بعد ما كتب الدستور وبعد مقاطعه زور الاراده ديال الشعب ودار 80% ولا 78% اللي صوتات على هذا الدستور وقبلته، بمعنى ان هذا النظام راه ما سوقناش وكيدير اللي بغا. ايضا نقاطع انتخابات لانها غادي تجيب قوانين تنظيميه اللي تكمل هذا الدستور. هذا الدستور اللي فيه هجوم على حقنا في الشغل وحقنا في التعليم وحقنا في الصحه وكافه الحقوق الاخرى. على الاقل الدستور السابق كانت فيه هذه حقوق، دابا ولات فقط خدمات اجتماعيه تعمل الجماعات الترابيه على تسهيل الولوج اليها، بمعنى التنصل كامل بالمسؤوليه ديال كاع الخدمات الاجتماعيه وتوفير الحقوق الطبيعيه للشعب المغربي. ايضا كنقاطعوا الدستور، كنقاطعوا هذه الانتخابات لانها لا تختلف عن الانتخابات السابقه. الانتخابات اللي سبقات مشاو وقالوا راه كاين عهد جديد، راه غير في 2007 ماشي بعيد، قالوا راه كاين واحد عهد جديد وقالوا كاين تغيير وكاينه اراده. نهار خرج الشعب المغربي كيغوت في حركه 20 فبراير مشاو كيقولوا راه كاين الفساد. العهد الجديد باي باي والفساد طاي طاي، الجديد باي باي والاعتقال طاي طاي، الجديد باي باي والتزوير طاي طاي، الجديد باي باي والرشوه بطاي طاي، الجديد باي باي والتزوير بطاي طاي، الجديد باي باي. قلت هاد الناس عارف 2007 كانوا كيقولوا لنا راه كاين عهد جديد وكيقولوا لنا ما تقاطعوش الانتخابات وصوتوا على الناس الشرفاء، ومن بعد ولا فصل الانتخابات على المقاس ديالو ولا على قياسته. من بعد دابا كيجيو كيقولوا لنا
راه هاد الانتخابات باش تحاربوا الفساد، وانتخابات البيت شنو كنتو كديروا؟ وانتخابات اللي قبل منها شنو كنتو كديروا؟ واش حنا عا كل ساعه تحلوا لنا بيت تقول لنا هذا راه بيت جديد؟ واش عا كل ساعه تحلوا شرجم وتقولوا دخلنا العهد جديد؟ هادشي كيعري النظام وكيعري كاع الاحزاب اللي غادي تطبل ليه وكتزمر ليه بهاد الانتخابات هادي، وما غاتستغربوش. الشعب المغربي غادي يقاطع الانتخابات، والشعب المغربي غادي يواصل الاحتجاجات ديالو. راه من هنا لواحد العامين اخرى الى بقى الوضع على ما هو عليه وما حسبش الشعب المغربي في طبيعه النظام اللي باغي، غادي يجيو عندنا مره اخرى ويقول لنا لا هاد المره بصح غادي نحاربوا الفساد. الا كان شي محاربه ديال الفساد وكتعترفوا بها وكيعترف بها النظام، اول حاجه المحاسبه قبل ما نزيدو بالدم. نتحاسبوا على الشيء اللي فات، نتحاسبوا على 55 سنه ديال الاستقلال الشكلي. سوا اليوم سوا غدا والحساب ولا بدا، سوا اليوم سوا غدا المحاسبة ولا بدا، سوا اليوم سوا غدا المحاسبة ولا بدا، سوا اليوم سوا غدا المحاسبة ولا بدا. سوا اليوم سوا غدا. إذا قلت أول حاجة بعدا تحاسبوا على هادشي اللي فات، وماشي غير تحاسبوا، شكون اللي غيتحمل المسؤولية في هادشي اللي فات؟ بمعنى واش الشعب المغربي بغى يحاكم هادو اللي نهبوه وصنعوه وسجنوا ولادو مدة ديال 55 سنة؟ هذه هي الأولى. ما يمكنش نزيدو لقدام ومازال الإرث ديال الماضي. وراه الشعب المغربي جرب الثمانينات، قالوا عهد جديد وقالوا غادي يدخلوا انتخابات جديده، ولكن اللي كان جديد هو المجزره ديال 81. جربها في التسعينات ولكن كانت المجزره ديال 1990 ديال 14 جنبير، وجربنا مع الحكومه ديال التناوب 99 وكانت المجزره ديال 26 اكتوبر، وجربنا وجربنا وجربنا. مجازر مجازر حسيمة العقادير، مجازر الحسيمة العقادير، مجازر مجازر الحسيمة العقادير، مجازر. أول حاجة بغينا نتحاسبوا على كل شيء، بغينا الأراضي ديالنا ترجع لينا، الأراضي ديال الشعب. هاد القطارات، هاد آلاف ديال الهكتارات اللي فرقوها بيناتهم وداروا الوزيعة بيناتهم ترجع للشعب. أيضا هادو الوزينات والمعامل اللي باعوها فابور، راه كاين وزين كامل وزين تباع بدرهم، قال لك باش يشجعوا الاستثمار. هادشي بغينا يرجع للشعب. ومن بعد نحاكموا اللي ارتكبوا الجرائم السياسية والاقتصادية. حنا ضد المبدأ ديال الإفلات من العقاب، وهذا الأوان ديال المحاسبة والمحاكمة. عاد من بعد نمروا كتابة دستور حقيقي جديد في البلاد، دستور يضمن لنا الحقوق كشعب كمواطنين فوق هذه البلاد. عاد ديك الساعة ممكن نتاخذوا اللي بغينا. إذا بهذا الشيء كامل اللي فات حتى حاجة ما تغيرات، وبهذا الشيء اللي كنشوفوا الآن مازال الكريز ديال الفساد والاستغلال والنهب والقمع. والمثال الكبير كان هو الحصار والاعتقالات الاخرى اللي كان هنا في ولاد عياد تعتقلوا مناضلين فقط لانهم كيوزعوا النداء ديال المقاطعه. وهنا كنقولوا اننا كجمعيه وطنيه كندعيو الجماهير الشعبيه والسكان ديال ولاد عياد الشرفاء الاحرار اللي فات عليهم الكذوب وتصداو ليه اكثر من مره. هادي راه كذوب جديد عاوتاني غادي يدوز عليكم. تصداو باش غنتصداو ليه باننا ما غنتصوتوش نهار الجمعه، حتى واحد ما غيمشي يصوت. ياك هما اللي كيحطوا الدستور وهما اللي كيقروا في هاد البلاد، نخلي لهم سنان الخاويين يجيو يعمروهم هما رؤوسهم. ولكن مني غنقاطعوا غنقولوا لهم حنا هاد المهزله ما مشاتيش معكم فيها، وطريقنا طريق النضال، طريق الشهداء وطريق ديال المعتقلين.
وما متناسيش وما متفكيش، والنظام ما غاديش نتصالحوا معاه لان بيننا وبينه الدم. ودم الشهداء ما يمشي هبا، ودم الشهداء ما يمشي هبا، ودم الشهداء ما يمشي هبا، ودم الشهداء ما يمشي هبا.